المواجهة الأولى لبيريز الذي بالتأكيد كان موفقا جدا في أول مباراة أن تتعادل أمام ريال مدريد، الفريق الذي تمكن من تجنب الخسارة مرتين في موسم واحد ذهابا وإيابا. هي نقطة مستحقة طبعا لرايو، وتعادل مر لريال مدريد يا مهند. تعادل أعاد الروح والحياة مرة تانية لجيرونا والبرشلونة. تقريبا 70 متأخر برضو في المباراة مع الحالة السيئة اللي كان فيها لعيبة وسط الملعب وخاصة إبراهيم دياز. فهو تعادل مستحق لرايو وخسارة نقطتين لريال مدريد كان في أمس الحاجة ليهم، خاصة بعد فوز أتلتيكو مدريد وفوز برشلونة امبارح. دكتور طارق، كنت قد تساءلت قبل بداية المباراة مع حضرتك مع كابتن وائل مع مراسل قناة بي سبورت جمال جبل لأن نوعية هذه المباريات التي شئنا ما بين تعتبر ديربي، الفريقان في نفس المدينة، دائما ما تكون فخ بالنسبة لريال مدريد، والدليل استندنا على مواجهة الذهاب في البرنابيو، وتأكد هذا في مباراة الإياب في الفايكاس. مباراة صعبة، مباراة كانت مجرياتها وبدايتها كانت مبشرة لمدريد بأن سوف تكون بنتيجة كبيرة، أن أول 3 دقائق سجل هدف، فعامل حتى النفسي انكسر بالنسبة للمباراة. تخيل مدريد لم يسجل إلا عن طريق هجمة مرتدة وسوء تنظيم، فوضى في الجانب الدفاعي، استغل هذا الشيء واستطاع يسجل، لكن بقية المباراة لم يستطيع يسجل من لعب مركب أو لعب مفتوح بالنسبة لريال مدريد. هدف في بداية الشوط الأول يعطيك انطباع أن النتيجة بتكون متحررة نوعا ما، فيها أهداف، لكن في واقع الحال صدم فريق، أول شيء فريق يدافع بصورة ممتازة جيد رايو، والجانب الآخر هو غياب الهداف، يعني وهذا الغياب الهداف لها عوامل كثيرة جدا. ممكن في مباراة فينيسيوس حل فردي، ممكن رودريجو، ممكن بيلينغهام اللي غايب عن المباراة، ممكن توني كروز كرة ثابتة، مودريتش تمريرة، لكن تحتاج إلى هداف. خوسيلو ليس بهداف، وجهة نظري مدريد يحتاج إلى لاعب أعلى وأفضل من خوسيلو كمهاجم. عامل المفاجأة كان ممكن يكون حاضر من رايو، خصوصا في الشوط الثاني تغييرات أجراها، تأخر أنشيلوتي في إجراء التغييرات. رايو يحتاج كان إلى مهاجم، ممكن لو أعطى دقائق أكثر بالنسبة لفالكاو أنا أشوفه ممكن كان يعمل مفاجأة، بالرغم أنه يعني لاعب ليس فالكاو السابق، لكن هو يبقى عنده الحس التهديفي أعلى من دي ماتيوس. ما كان في هناك أي خطورة لهذا اللاعب، لكن في المقابل فريق جيد قدم 90 دقيقة ممتازة. فريق رايو بداية ممتازة للمدرب الجديد وانطلاقة له أمام متصدر الدوري، يعني تعثر منه متصدر الدوري، وفي المباراتين لم يحقق الفوز. الإصابات المتكررة وإصابات أيضا إصابات كبيرة بالنسبة للفريق وعناصر مؤثرة خصوصا في على خط الدفاع، وهذا أيضا من الخسائر اللي ممكن المباريات القادمة. وائل، قبل بداية المباراة أشدنا كثيرا بكارلو أنشيلوتي وتعامل كارلو أنشيلوتي مع الصعوبات التي واجهت ريال مدريد هذا الموسم تقريبا في معظمها أو في جلها تغلب عليها كارلو أنشيلوتي، لكن المصائب لا تأتي فرادى في كل جولة. هناك مشكل جديد، هناك غياب آخر، اليوم عدم المسؤولية من قبل كارفاخال سيزيد الطين بلة بالنسبة للمنظومة الدفاعية لريال مدريد، المقبل على مباراة أمام اشبيليا ثم مع فالنسيا في فترة حساسة، وإن مر بمرحلة فراغ في هذه الفترة التي عادة على مستوى الدوريات الأوروبية يتشكل فيها ملامح البطل هنا وهناك. يعني هو ده وقت فعلا وقت مناسب ان هو كان، خاصة انه كان كسبان الشوط الاول وبدأ المباراة بشكل جيد، انما زي ما قلت الاستسهال من اللاعبين، حسيت ان اللعيبة استسهلت المباراة بعد البداية الكويسة والسيطرة واحراز هدف، الى ان هربت منهم المباراة يا مهند، وقدر الرايو انه يدخل بالروح الجديدة مع المدرب ويستمر على نفس الطريقة اللي لعب بيها الشوط الأول. جه الشوط الثاني وغير الأسلوب تماما، انه بقى يستقبل اللعب ويعتمد على المرتدات، وفي النهاية حصل على النقطة اللي هو كان عايزها من المباراة. انما النهاردة من أسوأ المباريات لريال مدريد، مش افضل مباراه لرايو، هي اسوأ المباريات لريال مدريد يا مهند، لان هم اللي فرطوا في المباراه. كان سهل جدا انه يكسب المباراه دي
انما مع غياب بيلينغهام، مع غياب وبيلينغهام زي ما قلنا هو يعني نقطة التعادل لرايو هي إخفاق للريال أنا وليس أشوف إن هي استحقاق لرايو. الاثنين بس الاكتر المباراه كانت في الريال. حوزه ريال مدريد. المباراه كانت في حوزه الريال، سجل هدف وبدا كويس ثم بدا الريتم في بيبقى فيها استمتاع اكتر، عكس اللعب في التوقيت ده بيبقى صعب على لعيبه الفرق اللي بتلعب على البطوله. احنا لعبنا في مباريات كتير في التوقيت ده بتبقى صعبه جدا عليك يا مهند. انت متعود اغلب المباريات بتبقى دايما مباريات السهره، مباريات اخر اليوم، طبعا مباريات جماهيريه، انما التوقيت ده بيبقى صعب جدا على الفريق، ويمكن ده من الاسباب اللي استنزفت في لعيبه ريال مدريد في المباراه. هل صعوبة الملعب في بعض أماكن من الملعب أيضا الأرضية كانت فيه سيئة، ربما سبب من أسباب عدم تقديم مستوى مميز لريال مدريد؟ أنا مخطئ ممكن نكون؟ لا، الملعب ليس بالملعب المثالي، يعني ملعب في بعض الأماكن ما هي، يعني واضح أن جودة الأرضية ليس ببرنابيو، ليس بالملاعب الكبيرة الكامب نو سابقا، متروبوليتانو على سبيل المثال ملعب رائع، واضح يعني أرضية شوية، لكن أيضا هذا ليس المبرر الكافي. إيه لا لا لا, لا مدريد كان سيء في الشوط الثاني، كان سيء حتى في عملية الخروج في الكرة، واجه صعوبات كثيرة، واجه صعوبات في عملية الإنهاء، لم يوفق، لا يوجد مهاجم يفك هذا التكتل الدفاعي الجيد من قبل رايو، خصوصا الفريق الشوط الثاني عمل على استخدام الهجمات المرتدة، استخدام السرعة الموجودة في الفريق، على الأقل خطف هدف بتمريرة، بخطأ مدافع، بخطأ تمركز من فريق مدريد، هو عمل على هذا الشيء. اليوم هو تعادل بمثابة الفوز بالنسبة لرايو، لأنه يواجه هو متصدر الدوري، ظروفه، تغيير المدرب، المباراة الأولى للمدرب، الحالة النفسية للفريق بعد الهزائم المتتالية، يعلم أن هذا الفوز أو هذا التعادل سوف يعطي دفعة معنوية خلينا نتكلم إلى مباراتين 3 مباريات قادمة، استعادة الثقة بالنفس بالنسبة للفريق، لأنه اهتزت كثيرا في الخسائر المتتالية وهو قريب جدا من منطقة الهبوط. هذه النقطة سوف تعطي نوعا ما يعني نوع من الدفعة المعنوية. مدريد ما زالت المشكلة في عملية التسجيل في مثل هذه المباريات، مشكلة اللاعب الهداف الغير موجود، اللاعب اللي لكن أيضا دكتور طارق النقطة التي أريد أن نتساءل عنها، يعني في المقابل ترى يعني اشبيليا وفالنسيا ليس باشبيليا وفالنسيا السابقين، يعني في نزول مستوى أيضا بالجانب الآخر، لكن مشكلة حقيقية بالنسبة كيكي فلوريز حسنوا جدا المباريات الأخيرة وقدر وأن تواجه الريال، فهذا في حد ذاته هو حافز لأي فريق، طبعا فما بالك بحجم اشبيليا وبحجم فالنسيا، حتى وإن كانت النتائج ربما متراجعة. مباراتين صعبين في ملعبهم جدا على ريال مدريد يا مهند، مع الحالة اللي اشبيليا بيحاول يهرب من الهبوط ويبتعد عن المراكز المؤخرة، بالإضافة إلى تحسن النتائج المباريات الأخيرة لاشبيليا مع فلوريس، زي ما بقول لك 4 مباريات أو أكثر من 4 مباريات لم يهزم، بيقدم أداء جيد، قدر إنه يفوز على أتلتيكو مدريد في 1-0 في اشبيليا. فمباراة هتكون صعبة جدا على ريال مدريد اللي كان مطالب بتوسيع والحفاظ على الفارق مع جيرونا ومع برشلونة. لكن لا أحد ينكر أن التعادل لصالح الإثارة، لصالح التشويق على مستوى الليغا، اليوم ريال مدريد ب 62 نقطة، 56 بالنسبة لجيرونا، 54 بالنسبة لبرشلونة، يعني 6 نقاط. لم يحسم الدوري، ما زالت الأمور ما زالت الأمور متاحة بالنسبة لجيرونا، لبرشلونة، للمنافسة للحاق في ريال مدريد، ما زالت أيضا هناك في مباريات كثيرة. التعثر نوعا ما يجعل الكل يستطيع أن ينافس، وحتى لو فاز مدريد اليوم ما زالت الأمور متاحة لغاية الآن. ومدريد 25 مباراة، جيرونا 24 ب 56، 3 نقاط 59، يعني فرق 3 نقاط فقط. يعني فالأمور تكون أكثر الإثارة في حال طبعا تعثر ريال مدريد، تعثر